على رجله اليسرى وسددها بالطريقه هذه بداخل الرجل، يعني ماهيش قويه لكن فيها اكثر دقه، والدقه دائما تلعب بالرجل اللي تلعب بها. نعم. تكون دقيق بالرجل اليمنى، صعب انك تكون دقيق بالرجل اليسرى. مثلا ميسي ما يكونش دقيق على رجله اليمنى، على رجله اليسرى عنده دقه كبيره، بالرجل اليمنى يحاول يسدد بقوه اكثر. نعم. لان توضح لنا قيمه اللاعب هذا انه بالرجلين اللي يلعب بالرجلين طبعا. منذ ان جاء الى ريال مدريد في مباراته امام اشبيليا سجل الكثير من الاهداف، واصبحت اشبيليا هي الضحيه الاولى لكريستيانو رونالدو. صحيح، ودائما مصير البارسا مصير ثلاثه لاعبين، سواريز ونيمار وميسي. لو ما يسجلوش اللاعبين هذول البقيه ما تسجلش. عكس ريال مدريد، شوفوا الريال 7 8 9 لاعبين الكل، يسكو يسجل، مرات يسجل، بنزيما يسجل، رودريغيز يسجل، لوكاس يسجل. والبارسا دائما مصير البارسا مرتبط بالثلاثي ميسي ونيمار وسواريز. اليوم قدموا مردود طيب، احنا الخوف كان من الدفاع لما يغيب بيكي ويغيب. الهدف اللي سجله هدف ممتاز بتاع لاعب يساري، مش بتاع لاعب بتاع لاعب يساري، لانه مش سهل، ما ضربهاش بقوه، ضربها بداخل الرجل والكره شفنا كيفاش لفت، يعني بتاع لاعب يساري اشول 100%. نعم. توضح لنا قيمه اللاعب هذا انه يلعب بالرجلين تزيد بالدقه على القائم الاول. شوفوا كيفاش سحب نفسه، شوفوا كيفاش سحب نفسه وانتظر زميله، وكانه يعرف ان زميله باش يمرره في لكن شوفوا لانها مش سهله، لان حتى الزاويه مغلقه وبعيده على القائم الاول وسددها كانه لاعب يلعب بالرجل اليسرى. اصبح يضع خبرته ورهن فريقه. سنشاهد أين كان في الهدف الأول، كان في منتصف الملعب، يشعر بأن هناك إمكانية لصناعة فرصة ويأخذ المكان المناسب. سنرى أين كان رونالدو في منتصف الميدان. هذه خبرة كبيرة نتاع اللاعب رونالدو، هو الذي سيقود الكرة، هو الذي سيقود الهجمة ثم يأخذ المكان. حافظ 16 متر، يعرف الكرة، يعرف، عنده حاسة الشم نتاع الهداف، لأنه الهداف يحس، يشم، احنا نقولوا يشم. نعم. وين الكرة باش تسقط، وين الكرة تقريبا 80 90% اين الكره معناتها باش توصل. ولهنا ذكاء اللاعب وخبره اللاعب وتمركزه الجيد.